رغم إن إحنا يعني كبار في السن، لكن يعني كان في مشاكل في الخلفة وكده. وأنا الحقيقة كان أي حد يشوفني كان بيديني 20 سنة، 21 سنة، لأن أنا من صغري كنت باهتم بنفسي جدا، وكل حاجة حلوة يعني فيا زي ما بيقولوا طازة وفريش. كنت بيرفكت، كنت بلفت كده نظر أي حد لما كنت بمشي في الشارع. ولما كنت بمشي في الشارع كانت الناس كلها يعني بتبص على الفاكهة وكده. المهم في يوم من الأيام كنت قاعدة مع صاحبتي يعني في بيتها وكده، وكنا بنتكلم مع بعض، وراحت قالت لي يعني طبعا انتي بتدي دروس لشباب وبنات الثانوي وكده. طب أنا عندي ابني عنده 18 سنة ومستواه مش كويس خالص، وعايزاه يعني يجيب نتيجة كويسة، لأن هو كان متأخر في الدراسة وعايد كذا سنة يعني وكده. وأنا عايزاكي تذاكريله أو تبدأي معاه دروس، والفلوس اللي انتي هتطلبيها أنا هديهالك كلها. فقلتلها والله الموضوع ده مش موضوع فلوس خالص، المهم طبعا خلاص قلتلها هظبط مواعيد بتاعتي كده وهتفق معاكي، واخليه يعني يجيلي كده مثلا نص ساعة أو ساعة في اليوم، وأنا هذاكرله وإن شاء الله هيجيب مجموع كويس، لأن أنا الحمد لله شاطرة جدا في العربي وكده. أنا كنت مدرسة عربي، ومعداش طبعا 3 4 أيام ولقيتها برضه بتفتح معايا في نفس الموضوع. وأنا بصراحة يعني اللي كان مانعني من الموضوع ده إن ابنها كان ملموم على شلة صحابه يعني مش كويسة، وكان دايما هي بتشتكي منه. فأنا بصراحة يعني ما كنتش حابة إن أنا أديله دروس، ولا كنت حابة إن يكون في كلام ما بينا. المهم أنا اتحركت منها جدا وقلت لها خلاص مفيش مشكلة. قالت لي خلاص تمام. المهم قلت لها خلاص طيب قالت لي هيبقى يجي ياخد الدرس عندك في البيت ولا عندي في البيت؟ قلت لها عادي براحتك، بس خليها عندي في البيت احسن علشان يعني هبقى في بيتي وبراحتي. فقالت لي خلاص اللي انت عاوزاه. هي كانت طبعا ساكنة في الدور التالت وانا كنت ساكنة في الدور الخامس. المهم ابنها لقيته بيخبط على الباب وقال لي ازيك يا مس وكده. قلت له اتفضل يا حبيبي، وقعدت اذاكر له شوية. وكان طول ما انا بذاكر له طبعا مش مركز غير في الحاجات الحلوة اللي طبعا انتوا فاهمينها وعارفينها، مش كان مركز في المذاكرة خالص معايا. فقلت له انت شكلك كده هتغلبني معاك في المذاكرة. قال لي بصراحة ما تزعليش مني، انا مش غاوي يعني تعليم ولا غاوي مذاكرة ولا بفكر فيها. قلت له امال انت بتفكر في ايه؟ قال لي انا بفكر ان انا افتح مشروع وكده، لاني مش غاوي تعليم. قلت له طيب ما تفتح مشروع عادي، افتح المشروع اللي انت عاوزه، بس في نفس الوقت اتعلم وخد شهادة كويسة هتنفعك مع الأيام. والكلام ده بقى راح وقال لي خلاص تمام، انا مبسوط وانتي بتذاكري لي وكلام من ده. فقلت له خلاص خلص بقى اليوم والمذاكرة وكده ونزل. لكن انا طول اليوم طبعا كنت عمالة افكر في الحركات والحاجات اللي هو كان بيعملها وانا بذاكر له. وبصراحة يعني فكرني بحاجات جميلة كنت بشتاق يعني مع زوجي، اشتقت مع زوجي قبل ما يسافر ونظراته والحاجات الحلوة دي. فبقيت تقريبا كل يوم انا اللي بتصل بوالدته واقول لها ابعتيلي مصطفى علشان اذاكر له الدرس وكده، وعلشان اديله الدرس يعني. يوم بعد يوم بقى اخدنا على بعض وبقى يحضر معايا كل الدروس. وحسيت ان هو يعني شاب بصراحة يعني مش من الشباب اللي هم على نياتهم، لا هو مدردح كده وشاب حلو وكويس جدا. وكمان زي ما بتقولوا كده يعني فهلوي يعني بمعنى اصح. وانا بذاكر له في اليوم ده لقيته طبعا مش عايز يبطل تركيز في البطيخ والرمان. فقلت له انت ليه محسسني ان انت اول مرة تشوف واحدة حلوة؟ قال لي انا بصراحة اول مرة اشوف واحدة كده بالمواصفات دي، وبصراحة انا يعني كان نفسي ان انا اكلمك من زمان. ولما كنت بتقعدي مع والدتي انا كان نفسي ان انا اتكلم معاكي، بس ما كنتش عارفة اتكلم معاكي ازاي. وانا بصراحة ما صدقت اننا نتكلم مع بعض. قلت له مش فاهماك، بس انت يعني انت عاوز ايه؟ قال لي بصراحة انا جعان جدا يا نس، ومش عايز امشي من عندك وانا جعان. واحنا يعني بيتكلم عايزة اقول لكم ان طبعا اول ما بدأ انا طبعا رحت في دنيا غير الدنيا، رحت في دنيا تانية وما كنتش مركزة في اي حاجة. لاني بصراحة انا زي ما انا بقالي برضه فترة كبيرة جدا يعني كنت جعانة، وانا كمان الحقيقة وهو كان جعان جدا. وبقالنا ساعة ولا ساعة ونص يعني أنا رحت في دنيا تانية، وأنا شايفاه جعان وما شاء الله هو لسه شاب وصغير ونفسه مفتوحة كده.
المهم بعد ما خلصنا قلتله أنا مش عايزة الموضوع ده يتكرر تاني، لأن ده غلط وحرام وكده. قالي اللي انتي شايفاه، وأنا أكيد مش هزعلك في حاجة ومش هعمل أي حاجة انتي مش عايزاها وكده. المهم قلتله ماشي، وياريت محدش يعرف أي حاجة عن الموضوع ده. فقالي أكيد أكيد أنا مش هحكي لحد يعني. المهم عدى يوم والتاني، ولقيت نفسي بدون تلقاء كده بتصل بوالدته وبقولها أنا عايزة مصطفى يجي علشان أديله الدرس أو عشان أذاكرله. ومفيش دقيقتين بالظبط كده ولقيت الباب بيخبط، وقال لي أنا كنت عارف إن انتي هتتصلي تاني. فقلتله بصراحة أنا مش عارفة انت عملت ايه أو ايه اللي حصل، أنا مش عارفة أشيل اللي حصل من دماغي. المهم أول لما قعدنا ابتدى يتعامل معايا تاني، ياكل في الفاكهة وكلها المرة دي. طبعا الموضوع مختصرش طبعا على بطيخ ورمان، لأ هو أكل كل حاجة تقريبا، كان جعان جدا. وأنا بصراحة كنت مبسوطة جدا وأنا شايفة إن هو جعان من المنظر ده، وحسيت قد ايه ان انا يعني بحس بالاحساس ده، وان انا بعوض كل اللي فاتني او بعوض كل الايام او السنين اللي زوجي مش موجود معايا فيها. وطبعا ما بقتش عارفة اقوله لا، ولا عارفة ابطل كل اللي بيحصل ده. وطبعا بقى الموضوع بيتكرر أكتر من مرتين لتلاتة في اليوم. طبعا المرة الأولى أنا كنت بتحجج لوالدته إن أنا بذاكرله وكده، لكن بعد كده لما بيروح التمرين أو بيخرج مع صحابه كان بيجي ويقعد معايا. الموضوع بصراحة حلو جدا وعجبني، وحاسة إن هو حاجة جديدة كده وطاقة مجنونة. بس حسيت إن أنا الطريق اللي ماشية فيه ده حرام وما يصحش، بس هو ده اللي حصل. وأنا بجد نفسيتي مش أحسن حاجة، وكلمت زوجي أكتر من مرة وقلتله كفاية غربة وأنا محتاجالك ولازم إن أنت تاخد أجازة وتنزل. راح قايلي هو احنا كل شوية هنفتح في الموضوع ده ونتكلم في الموضوع ده؟ أنا قلتلك إن أنا مش هعرف أنزل أجازة دلوقتي خالص. فطبعا نفسيتي بقت أوحش بكتير والموضوع بدأ يتكرر تاني. لكن المشكلة الكبيرة إن على الرغم إن احنا كنا بناخد بالنا على قد ما نقدر، لكن اللي حصل إن أنا لما روحت عملت تحاليل وكده واكتشفت إن أنا حامل. طبعا دي كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي، وبجد يعني أنا مش عارفة أتصرف ازاي. أنا عمري ما تخيلت إن حاجة زي دي ممكن تحصل، أو إن أنا ممكن أغلط غلطة زي دي. وأنا عارفة إن اللي جرالي ده بسبب جوزي اللي ربنا هيحاسب إن شاء الله، لأن أنا مغلطتش ولحد دلوقتي أنا مش معترفة بغلطي، بس أنا عايزة أنقذ نفسي من الغلط الكبير اللي أنا وقعت فيه ده. ومش عارفة برضه ربنا هيسامحني على اللي أنا وقعت فيه ده ولا لأ. فياريت تنصحوني وتقولولي أعمل إيه في المشكلة اللي أنا واقعة فيها دي. ومستنية كل آرائكم وتعليقاتكم، بس ياريت تنصحوني وتقدروا ظروفي وتقدروا مشاعري وتنصحوني بدون تجريح. أنا اسمي ندى، عندي 32 سنة، بشتغل مدرسة يعني ثانوي، يعني بدرس لثانوي عام وكده. المهم أنا متجوزة، ولكن زوجي كان مسافر برا مصر شغال، وأنا كنت بدي دروس للبنات والشباب اللي هما في ثانوي وكده، علشان يعني خاطر أحسن من مستواهم. وكمان كنت أوقات كتير يعني بديهم دروس بأجر رمزي جدا، يعني يعتبر مش حاجة بالنسبة للمدرسين والمبالغة الكبيرة اللي بياخدوها. المهم كان زوجي مسافر بقاله سنتين ولسه قدامه 3 سنين كمان على العقد يعني بتاعه عقبال ما يخلص، لأن العقد بتاعه كان 5 سنين. وكنا لسه مخلفناش، يعني لسه ربنا مرزقناش بأطفال ولا أي حاجة، رغم إن احنا يعني كبار في السن، لكن يعني كان في مشاكل في الخلفة وكده. وأنا الحقيقة كان أي حد يشوفني كان بيديني 20 سنة، 21 سنة، لأن أنا من صغري كنت بهتم بنفسي جدا، وكل حاجة حلوة يعني فيا زي ما بيقولوا طازة وفريش. كنت بيرفكت، كنت بلفت كده نظر أي حد لما كنت بمشي في الشارع. ولما كنت بمشي في الشارع كانت الناس كلها يعني بتبص على الفاكهة وكده. المهم في يوم من الأيام كنت قاعدة مع صاحبتي يعني في بيتها وكده، وكنا بنتكلم مع بعض، وراحت قالت لي يعني طبعا انتي بتدي دروس لشباب وبنات الثانوي وكده. طب أنا عندي ابني عنده 18 سنة ومستواه مش كويس خالص، وعايزاه يعني يجيب نتيجة كويسة، لأن هو كان متأخر في الدراسة وعايد كذا سنة يعني وكده. وأنا عايزاكي تذاكريله أو تبدأي معاه دروس، والفلوس اللي انتي هتطلبيها أنا هديهالك كلها. فقلت لها والله الموضوع ده مش موضوع فلوس خالص. المهم طبعا
خلاص قلتلها هظبط مواعيد بتاعتي كده وهتفق معاكي واخليه يعني يجيلي كده مثلا نص ساعة أو ساعة في اليوم وأنا هذاكرله، وإن شاء الله هيجيب مجموع كويس، لأن أنا الحمد لله شاطرة جدا في العربي وكده. أنا كنت مدرسة عربي ومعداش طبعا 3 4 أيام ولقيتها برضه بتفتح معايا في نفس الموضوع. وأنا بصراحة يعني اللي كان مانعني من الموضوع ده إن ابنها كان ملموم على شلة صحابه يعني مش كويسة، وكان دايما هي بتشتكي منه. فأنا بصراحة يعني ما كنتش حابة إن أنا أديله دروس ولا كنت حابة إن يكون في كلام ما بينا. المهم أنا اتحركت منها جدا وقلتلها خلاص مفيش مشكلة. قالت لي خلاص تمام. المهم قلت لها خلاص طيب قالت لي هيبقى يجي ياخد الدرس عندك في البيت ولا عندي في البيت؟ قلت لها عادي براحتك، بس خليها عندي في البيت احسن علشان يعني هبقى في بيتي وبراحتي. فقالت لي خلاص اللي انت عاوزاه. هي كانت طبعا ساكنة في الدور التالت وانا كنت ساكنة في الدور الخامس. المهم ابنها لقيته بيخبط على الباب وقال لي ازيك يا مس وكده. قلت له اتفضل يا حبيبي وقعدت اذاكر له شوية. وكان طول ما انا بذاكر له طبعا مش مركز غير في الحاجات الحلوة اللي طبعا انتوا فاهمينها وعارفينها، مش كان مركز في المذاكرة خالص معايا. فقلت له انت شكلك كده هتغلبني معاك في المذاكرة. قال لي بصراحة ما تزعليش مني، انا مش غاوي يعني تعليم ولا غاوي مذاكرة ولا بفكر فيها. قلت له امال انت بتفكر في ايه؟ قال لي انا بفكر ان انا افتح مشروع وكده لاني مش غاوي تعليم. قلت له طيب ما تفتح مشروع عادي، افتح المشروع اللي انت عاوزه، بس في نفس الوقت اتعلم وخد شهادة كويسة هتنفعك مع الأيام. والكلام ده بقى راح وقال لي خلاص تمام انا مبسوط وانتي بتذاكري لي وكلام من ده. فقلت له خلاص خلص بقى اليوم والمذاكرة وكده ونزل. لكن انا طول اليوم طبعا كنت عمالة افكر في الحركات والحاجات اللي هو كان بيعملها وانا بذاكر له. وبصراحة يعني فكرني بحاجات جميلة كنت بشتاق يعني مع زوجي، اشتقت مع زوجي قبل ما يسافر ونظراته والحاجات الحلوة دي. فبقيت تقريبا كل يوم انا اللي بتصل بوالدته واقول لها ابعتيلي مصطفى علشان اذاكر له الدرس وكده وعلشان اديله الدرس يعني. يوم بعد يوم بقى اخدنا على بعض وبقى يحضر معايا كل الدروس. وحسيت ان هو يعني شاب بصراحة يعني مش من الشباب اللي هم على نياتهم، لا هو مدردح كده وشاب حلو وكويس جدا. وكمان زي ما بتقولوا كده يعني فهلوي يعني بمعنى اصح. وانا بذاكر له في اليوم ده لقيته طبعا مش عايز يبطل تركيز في البطيخ والرمان. فقلت له انت ليه محسسني ان انت اول مرة تشوف واحدة حلوة؟ قال لي انا بصراحة اول مرة اشوف واحدة كده بالمواصفات دي. وبصراحة انا يعني كان نفسي ان انا اكلمك من زمان، ولما كنت بتقعدي مع والدتي انا كان نفسي ان انا اتكلم معاكي بس ما كنتش عارفة اتكلم معاكي ازاي. وانا بصراحة ما صدقت اننا نتكلم مع بعض. قلت له مش فاهماك بس انت يعني انت عاوز ايه؟ قال لي بصراحة انا جعان جدا يا مس ومش عايز امشي من عندك وانا جعان. واحنا يعني بيتكلم عايزة اقول لكم ان طبعا اول ما بدأ انا طبعا رحت في دنيا غير الدنيا، رحت في دنيا تانية وما كنتش مركزة في اي حاجة. لان بصراحة انا زي ما انا بقالي برضه فترة كبيرة جدا يعني كنت جعانة وانا كمان الحقيقة وهو كان جعان جدا. وبقالنا ساعة ولا ساعة ونص يعني أنا رحت في دنيا تانية وأنا شايفاه جعان وما شاء الله هو لسه شاب وصغير ونفسه مفتوحة كده. المهم بعد ما خلصنا قلت له انا مش عايزه الموضوع ده يتكرر تاني لان ده غلط وحرام وكده. قال لي اللي انت شايفاه وانا اكيد مش هزعلك في حاجه ومش هعمل اي حاجه انت مش عايزاها وكده. المهم قلت له ماشي ويا ريت محدش يعرف اي حاجه عن الموضوع ده. فقال لي اكيد اكيد انا مش هحكي لحد يعني. المهم عدى يوم والتاني ولقيت نفسي بدون تلقاء كده بتصل بوالدته وبقول لها انا عايزه مصطفى يجي علشان اديله الدرس او عشان اذاكر له. ومفيش دقيقتين بالظبط كده ولقيت الباب بيخبط وقال لي انا كنت عارف ان انتي هتتصلي تاني. فقلت له بصراحة انا مش عارفة انت عملت ايه او ايه اللي حصل، انا مش عارفة اشيل اللي حصل من دماغي. المهم اول لما قعدنا ابتدى يتعامل معايا تاني ياكل في الفاكهة وكلها المرة دي طبعا الموضوع ما اختصرش طبعا على بطيخ ورمان، لا هو اكل كل حاجة تقريبا، كان جعان جدا. وانا بصراحة كنت مبسوطة جدا وانا شايفة ان هو جعان بالمنظر ده. وحسيت قد ايه ان انا يعني بحس بالاحساس ده وان انا بعوض كل اللي فاتني او بعوض كل الايام او السنين اللي زوجي مش موجود معايا فيها. وطبعا ما بقيتش عارفة اقوله لا ولا عارفة ابطل كل اللي بيحصل ده.
وطبعا بقى الموضوع بيتكرر أكتر من مرتين ل3 في اليوم. طبعا المرة الأولى أنا كنت بتحجج لوالدته إن أنا بذاكرله وكده، لكن بعد كده لما بيروح التمرين أو بيخرج مع صحابه كان بيجي ويقعد معايا. الموضوع بصراحة حلو جدا وعجبني وحاسة إن هو حاجة جديدة كده وطاقة مجنونة، بس حسيت إن أنا الطريق اللي ماشية فيه ده حرام وميصحش، بس هو ده اللي حصل وأنا بجد نفسيتي مش أحسن حاجة، وكلمت زوجي أكتر من